السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لك صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة. يومنا بدأ كده من الصبح بدري مع الواد الصغنن ده، ورايحين على المزرعة. رحت بدري قوي ولقيت ده بيجري ورايا. بص بقى، عارف العيال في الشارع، فشاف ده يقول له هات بوسة، وطبعا معاه شيبسي فهو نقطة ضعفه. وقف، اداهم بوس يعني، بس ده وبس ده، واخد شحت منهم شيبسي. واخد ومشي، قال يلا بقى فرج ربنا، وهو جالي على الصبح كده بشيبسي كده وكاراتيه، وده نقطة ضعفه اصلا. وماشي قدامي بقى كده وعارف المكان وعارف هو رايح فين. بصوا بقى ما شاء الله عليه يعني. وقفت اشوفه رايح فين، لقيته جاي برضه ورايا مصمم. اصلا كنت رايحه المزرعه وكنت طفشانه منه. فحبيب ربنا مش بيهديه على الطيب. قال له ماما نزلت اهي، راح نازل يجري ورايا. طب يلا يا عم. المهم بقى ايه لما بيمشي معايا ما شاء الله، يا اما عايز يجري قدامي زي سم الله. حبيبي. يا اما عايز يجري قدامي كده، يا اما عايز يدخل على اي ارض زراعيه من الاراضي اللي انتوا شفتوها دي، يقطع الحاجات اللي فيها. المهم زعقت في الشارع وقلت لهم جات تاخدوه تروحوه يا تمسكوا ايده. مش عايز يمسك ايد حد، ده بصوا عايز يمشي بمزاجه، ولا عايز يمسك ايد حد، ولا عايز حد يقول له تعالى هنا ولا روح هنا. هو ماشي بمزاجه، هو ماشي بمزاجه. وصلنا المزرعة الحمد لله. ومش عارفة وقتها كان حبيب بيصور غلط ولا ايه اللي حصل. المهم اول ما فتحت باب المزرعة لقيته داخل قبلي على رايح فين يا ابني؟ داخل عند البط. اللي بيخاف من البط ولا من الفراخ؟ هو ما شاء الله عليه يعني، ما شاء الله الله اكبر عليه، بيحب الحاجات دي اوي. بصوا بقى، دخلت اول حاجة كده كانت دخلتي على على البيض ده. قلت اشوف الدكر ده كسر بدري ولا ايه. على البطة اللي راقده بقالها يومين تلاتة. المهم فحصت البيض لقيت فيه كسر. وكنت جايبه معايا حوالي 7 بيضات رومي، لقيت واحده بايظه وحطيت الستة تحت البطايه. وقلت يمكن ربنا يكرمني في الكام بيضه دول يخرجوا يعوضوني البيض اللي باظ مني. شفت البيض اهو، بدات ان انا اشوف اجسه يعني، اشوف فيه كسر ولا لا. وعشان يومنا النهارده طويل قلت بسرعه كده ابص فيه بسرعه كده. لقيت اللي ظهر فيه كسر، اتبسطت قوي، قلت يبقى الدكر بتاعي كده 10/10. آه بدأت أجس أهو زي ما انتم شايفين كده. تنور الكشاف كده في البيضة، فتضربي الكشاف في البيضة فينور لك يشوف لك ايه اللي جواها. فلما لقيت فيه كسر اتبسطت قوي طبعا. بصوا بقى، النهارده كده ايه، قلت انا اعمل شويه قرص طريه هتشوفوها دلوقتي على السطوح كده. وخدت معايا فرختين من هنا، من الفراخ اللي احنا مربيينها البيضه مع بعض. فرختين وسط كده للشوي، بقالي كتير قوي ما شويتش فراخ. وهنطلع على السطوح بتاعنا نكمل الفيديو، بس حبيت ان انا اجيبكم معايا هنا نشوف برضو شغلنا من اول اليوم كده. بس بالله عليكم تضغطوا لي لايك للفيديو، يعني الناس اللي بتسمع الفيديو ده دلوقتي تضغط لي لايك وتعمل لي تعمل لي اشتراك في القناه لو مش مشتركه في القناه يعني. فاعملوا لي. بصوا بقى، انا فيديوهات الروتين مش عارفه بحسها ما بتجيبش مشاهدات كتير، فعشان كده بكسل ان انا اصور يعني. بقى التصوير طبعا بيعوز وقت ومجهود وكل حاجه. فلو انتوا بتهتموا فهو لو انتوا مهتمين كده بفيديوهات الروتين دي، اضغطوا لي لايك كده عشان تشجعوني انا اصورها دايما. بصوا بقى، تعالوا شوفوا خيبتي انا بقى. ده بصوا يعني، الناس خيبتها السبت والحد. وانا خيبتي ما رضيتش على حد. الواد يخليني جوه ويطلع قبل يجري بصوا بيجري فين؟ بيجري على الاسفلت على الطريق. يعني بيجري عايز يطلع على الطريق على الاسفلت، وبيجري اللي هو بصوا وراه واخدها طيران جاري. يا ابن الحلال اقعد. مفيش، قلت انا استاهل ضرب بالجزمه. ان انا جبت ورايا. بص. بيجري تاني. بيبص ويجري تاني، شوف حد شايفه ولا لا، ويجري تاني. يا ابني اقعد مفيش فايدة، يا ابني ريح، لا مستحيل. مستحيل مفيش فايدة. المهم بقى ايه، حتى كتاكيتنا الصغننين دي كنت عامله لهم الوصفة اللي نزلتها لكم على قناة تانية، حطيتها لهم وقلت يلا بقى اروح ادخل. مش عايزة اضيع وقت. شفتوا بقى عبايتي عملت ازاي في الوقت ده؟ انا قعدت في المزرعة حوالي ساعتين على فكرة، يعني الوقت ده مضغوط جدا، اللي هو انا ضغطة الفيديو جدا يعني. فروقت الناحية التانية عند البط، وكان ناس جايين يشتروا مني بط من المتحضن ده.
فقعدت لما بعتهم طبعا ما صورتهمش يعني، بس قعدت لما بعت لهم يعني، واكلت الباقي. اكلت الباقي وشربته كده وظبطت الدنيا، ورحت قفلت الناحية التانية واخدت القفصة ديت، هي حدفتها دي اللي كنت بحدفها الناحية التانية، معرفش شفتها ولا لا في الفيديو. كنت بحدفها من الناحية التانية من الشباك ده عشان الم الكام فرخة اللي باقيين دول. طبعا ناس كتير جدا 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 بتسألني وعايزة فراخ، وانا ما عنديش الا الشوية دول. طبعا 10 فيهم لاختي شارياهم عندي من هنا، بس لسه مستنية اشوف هوصلهم لها ازاي طبعا. والباقي هيبقى ليا للبيت يعني، لان انا ما سبتش ليا البيت. فقلت هاكله اي حاجه واكبرهم كده واخليهم يتأقلموا بقى على اي اكل اللي هو قدامهم. فربنا يسهل لنا فيهم ان شاء الله، ونزودهم نكبرهم عشان نعمل بانيه وعشان دخول رمضان باذن الله. بصوا بقى، جبت فرختين كده نضفتهم الاول تحت قبل ما بطلع. نضفتهم تحت كده، كنت عايزه انضف فوق والله، بس بصوا التليفون بتاعي ما كانش فيه شحن ان انا اصور فوق، فقلت ايه اخليه يشحن كويس وانضف الفراخ تحت واتبلها واخليها ايه اطلع بيها على الطبيخ على طول، او على الشوي على طول. بصوا بقى، كان معايا 3 كيلو من الدقيق هنا. قلت يلا بقى 3 كيلو دول هنعملهم شويه قرص طريه، الولاد بيحبوا جدا القرص الطريه دي، واصلا كنت عايزه ازود بصراحه واعملها اخرجها يعني. كان يوم الخميس الروتين ده، كان يوم الخميس تمام، فكنت عايزه ازود شويه واعملها ايه اخرج منها رحمه. رحمه ونور كده على والدتي، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. بصوا بقى، انا بحب اطلع القرص رحمه ونور كده. الناس هتستغرب شويه يعني ايه رحمه ونور دي. بصوا اللي هو يعني احط كام قرصه كده في طبق من اطباق الفويل، واغلفهم كده بستريتش راب، واوزعهم كده على المقابر. يوم الخميس بيبقى عندنا كل الناس بتروح المقابر الخميس، يعني كل اي حد ليه حد متوفي بيروح تلاقوه في المقابر يوم الخميس. فعندنا يوم الخميس ده بيبقى اغلبه بيطلعوا المقابر فيه يعني. فاللي عايز يعمل اي حاجه رحمه بقى بيقوم طالع. يا لهوي على البوتاجاز بتاعي، بصوا عمل ازاي. كان المفروض ان انا هغسله النهارده، وان شاء الله هنزله في فيديو تاني بقى عشان ما يطولش عليكم. فلان عملت في الفيديو ده حاجات كتير قوي. بصوا بقى، طبخت شويه رز بشعريه كده على السريع، وكنت غليت اللبن على العين التانية زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى ايه قلبت الدقيق بتاعي، وقلبت الملح، حطيت شعرة ملح، وحطيت كام معلقة سكر كده، وحطيت معلقة كنت جايبة كوبايتين زبادي او علبتين زبادي. فالمهم ايه، حمادة شافهم قال انت، رحت اديته واحدة. قلت له خد واحدة بس حل عني. راح اخد واحدة وحل عني. كنت فتحت السمنة بقى، علبة السمنة دي اتصدمت من سعرها لما رحت اجيبها. لقيت العلبة دي بقت ب105، دي جنة اللي هي 2 كيلو، بس مش تبقى 2 كيلو، ده هي كيلو 600 تقريبا او كيلو 700. المهم ايه، اقعد يا ابني بعيد عني مفيش فايدة، يا ابني عيب اتأخر بعيد مفيش فايدة يا ابني انت، انا مش عارفة. المهم ايه، او مدد ايديه في كل حاجة، حشر نفسه في كل حاجة مفيش فايدة. عنده بقى طلوع السطح ده، يا سلام على طلوع السطوح عنده، تحس ان هو رايح الملاهي ولا حاجة. حطيت. بص ما بيزهقش، تشيلي ايده 1000 مرة وبرضه يحطها تاني. المهم جبت لبن، كان عندي لبن بقري غليته، لبن بقري مش جمسي. بس والله كانوا شويه قرص زي العسل، هما لسه يعني ما زالوا لحد دلوقتي ما شاء الله عليهم حلوين قوي، مع كوبايه شاي بلبن كده في الفطار وكمان في العشاء، حلوين جدا جدا. بصوا انا حطيت السمنه، حطيت على 3 كيلو سمنه، على 3 كيلو دي حوالي كيلو الا ربع سمنه، تمام، كيلو الا ربع سمنه على 3 كيلو دي. وحطيت حوالي 4 معالق او 5 معالق كبار من السكر ورشه ملح صغيره. وحطيت 4 اكياس خميره عشان كنت عايزاها تخمر بسرعه وانزل بسرعه. بس بصراحه المغرب اذن عليا فوق، الكلام ده كان خلاص العصر بيأذن وانا بعجنهم، او كان اذن اصلا. عجنتهم وريحتهم شويه، وقمت اعمل ايه بقى، نشوي الفراخ. كنا مولعين نار جنبنا هنا في الشاليه، وبدأنا ان احنا بصوا بقى لازم تفضلي تعجني فيها جامد لحد ما تلمي معاكي. انا كنت غاليه 2 كيلو ونص من اللبن، بس شربوا منهم يعني كوبايتين ولا حاجه، اعتبروا 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن عجنوني 3 كيلو دي. ماما فضلت اعجن فيها كده، وقلت اوريكم الفراخ اهي حاططها على النار، كنت متبلاها منضفاها من تحت
ومتبلاه، حطها على الشارع تتشوي كده، وحمادها رايح جاي وراه يلعبوا حواليا. فبصوا انا بحبهم يقعدوا معايا ويلعبوا حواليا وكل حاجه. بس اللي بتضايق منه بقى الواد حماده الصغير، حشر نفسه في كل حاجه، اللي هو ممكن يقلب لي السطح ده في ثواني. يعني كنت خلاص منضفه السطح ومخليه زي الفل، يعني انتوا شايفين حتى في الفيديو اللي فات كان السطح ما شاء الله نضيف وزي الورد كده. قلب لي كل حاجه، خرج لي من هنا وحط هنا، ويخرج لي من هنا ويحط هنا، ويجيب لي ده هنا ويجيب ده هنا. بص اللي هو ايه بقى، زي ما يكون عنده حفله كده على السطوح، وقاعد بقى مبسوط ومرتاح فيها وتمام التمام. بصوا عجنت العجينه بتاعتي اهي لحد ما لفت معايا وبقت زي الفل. هنا بقى عملت ايه، كانت سلفتي طلعت كده تاكل الحمام بتاعها، فلقيتنا قاعدين فوق. قالت يا انت مش عارفين تبعتولي اساعدكم؟ قلت لها والله ما كنتش عايزه اتعبك يعني ما كنتش عايزه اتعبها طبعا معايا برضو، انا قلت هطلع اتسلى في يوم وخلاص. يعني مش كل مره مثلا هعمل حاجه هوقف حالي الناس حواليا يعني. فقلت كده تمام، هطلع انا بقى ايه اللي هو اقطعهم وخلاص. فجت قالت لي طب اعمل لك العجوه وانا قاعده. كنت جايبه عجوه معايا، وبقى فضلت زي ما انتم شايفين كده تكور لي العجوه وتحطها لي، وانا اقطع العجينه وابدا ان انا اعمل قرص كده وارصها في الصينيه زي ما انتم شايفين. دي قرص طريه يا جماعه. بصوا بقى انت ممكن تعمليها بلبن رايب، وممكن تعمليها بلبن حليب عادي جدا، وممكن تعمليها بلبن على زبادي، وممكن كمان تعمليها برايب مع حليب، الاتنين مع بعض. انا كل مره بعملها برايب، واحيانا لما بتزنق قوي يعني رحت عاملاها بحليب. انا كنت عاملاها بحليب وكنت غاليه اللبن لسه سخن. يعني انا لما عجنت باللبن، اللبن كان سخن خلاص، كان سخن فدفالي العجينه وخمرها لي بسرعه، وزائد ان انا اصلا مزوده خميره كتير على العجينه عشان تخمر بسرعه. بصوا بقى بدات ان انا اقطعها كده واعملها، والله العظيم خير في البيت. بصي تحسي ان البيت مليان خير كده، يعني إيه اللي يجوع يعني؟ خلاص انا بره مثلا وحد جعان يقوم عامل كوبايه شاي بلبن، او عامل كوبايه لبن واكل قرصه. خلاص انا عجنها بلبن وكويسه، وقرصه قرصتين مثلا هيسدوا الجوع دلوقتي حاليا لحد ما اشوف هعمل ايه. فهو خير في البيت في الاول وفي الاخر. تعالوا بقى اقول لكم حاجه، انا مثلا لو مش بعمل شويه القرص دول في البيت عملت 3 كيلو دي، فكانوا ما شاء الله كميه حلوه ادينا الحبايب، وخليت الباقي في البيت للولاد كده. طيب انا لو مش عاملاهم مثلا تلاقوني كل شويه حد يتصل عليا وانا جايه، ماما وانت جايه هاتي معاكي نص كيلو سميد. روحت تقول لي ماما هاتي لي قرص عشان انا نفسي فيها. حبيبي يقول لي هاتي لي قرص عشان انا عايز اكل، هتعشى قرص وشاي. فهم غاويين معجنات اصلا، والمعجنات حلوه ان هي حلوه، مش بتخسري لها والله فلوس كتير، وكويسه حلوه. انا اصلا ما بكترش السمنه عليها، فما بخسرهاش حاجه. عايزه اقول لكم كمان لما باتت النهارده، يعني النهارده كان تاني يوم اللي هو الجمعه، والله كانت طريه جدا. اللي هو بصوا طراوه مفيش بعد كده. انا حاططها في الطبق البلاستيك، يعني نقلتها من المشنه في الطبق البلاستيك وحطيتها وغطيتها، فالطراوه مفيش بعد كده. يعني كل اللي ياكل منها تاني يوم يقول لا مش معقوله دي القرص اللي انت عاملاها امبارح، ده طعمها تحفه وريحتها جميله، وتشم ريحتها كده تحسيها باللبن الرايب. يعني كل اللي اكل منها يقول لي انت عاملاها باللبن الرايب، اقول له ايوه مش لسه هشرح يعني الطريقه، اقول له اه باللبن الرايب وخلاص. فبصوا طعمها تحفه بجد يعني، ما شاء الله عليها. المهم بقى ما شاء الله يعني ايه، عملت نكتت معايا كميه كويسه. فاللي هو بص هتشوفوني دلوقتي عملت كميه قد ايه، وبصوا ما شاء الله كميه كويسه برضو. بس كنت برفعها على قد ما اقدر عشان حاطه خميره كتير، فعشان ما تقبش جامد وتبقى منفوخه قوي يعني، لكن كل ما تنفخ وتبقى طريه جدا. بصوا بقى سلفتي جابت شويه سمسم، قالت لرؤى هاتي حبه سمسم من عندي. قلت لها يا ستي مش لازم سمسم، لا صممت ان هي تجيب سمسم من عندها. فلما جابت حبة سمسم طبعا رحت فضياهم على العجينة من فوق زي ما انتم شايفين كده. وقلت بقى ايه كل ما اخد حتة عجينة كده احطها، اخد فيها شوية سمسم وتبقى ايه، يبقى زيتنا في دقيقة برضه زي ما بيقولوا كده. بصوا بقى برغم ان انا مشغولة جدا والله العظيم ربنا عالم بحالي، مشغولة جدا جدا، لكن بصوا ما يعني ما بستخسرش في ولادي حاجة ابدا، ولا في بيتي. يعني بيتي لازم حاجة بصوا اللي هو لو على حساب صحتي بعملها. يعني جوز دايما بتخانق معايا، يقول لي انت دايما مشغولة، انت دايما ما بتقعديش انت. فاللي هو بصوا حتى لو عندي وقت فاضي شوية كده، اقول طب ما انا الوقت ده عندي فاضي هقعد فيه ليه؟ طيب يعني هقعد ليه؟ طب ما اشوف حاجة اعملها. اللي هو مثلا انا عندي النهاردة كان يوم الخميس ده، كان عندي شوية كتاكيت صغيرين جبتهم وبعتهم بدري بدري خالص.
تاني حاجة بقى شوية الفراخ اللي باقية شوية قليلين، ما خدوش وقت في التسقية ولا في الاكل ولا في اي حاجة، فشوية صغيرين. فقلت يلا بقى الشوية الصغيرين دول ايه، آم، اللي هو نلمهم في مكان وخلاص. مش عايزين حد كل شوية رايح جاي عليهم يعني زي الاول. بصوا بقى الواد كل شوية يشيل التليفون وياخده عايز يمشي بيه. بصوا في الوقت ده انا عجنت وسبت العجينه تخمر، و قالوا لي هناكل فوق دلوقتي، هتاكلوا هنا؟ اه هناكل هنا. كنا شوينا الفراخ أهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفراخ مشويه، اللون بتاعها بس الغامق من فوق، لكن من تحت كانت بيضه جدا وطريه جدا جدا، واللون بس اللي غامق زي ما قلت لكم كده. شوينا طماطم وشوينا فلفل معاها، وقمرنا عيش كده على النار، و... وادي الرز اهو. كنت عايزه انزل اعمل سلطه، او قلت لهم انزلوا كلوا تحت واعملوا شويه سلطه، مفيش فايده. قالوا لا هناكل هنا واحنا بالمره. بصوا بقى النسناس ده النسناس ده بقى بصوا قاعد يسقف، خلى مرات عمه يعني كل شويه يقول لها سقفي لي، يعني ايه تسقف له وهو يرقص، تسقف له وهو يرقص. بصوا تسقف ويتنطط. انا قاعده بسوي في القرص اهو، كانت اول صاجه تتحط، فطبيعي جدا ان هي تبقى في التسويه بتاعتها مش قد كده، بتاخد وقت شويه، بتطلع انشف من الطبيعي شويه. فليه؟ لان الفرن لسه بنجرب، مش عارفين بارد او سخن او ايه نظامه يعني. فهو طلع بارد جدا، يعني طلع بارد جدا. فاول صاج ده اخد وقت جامد، وبعد كده بقى يتسوى على طول. وده بقى قعد اللي هو ايه يسقف ويرقص، يسقف ويرقص يعني. مرات عمه كانت بتغني له هيصه، وهو يتبسط بقى، تقول له هيصه يتبسط. كل ما تبطل يقول لها ايه اعملي تاني، كل ما تبطل يقول لها سقفي تاني يعني، فتروح مسقفه له تاني. بص بقى طلعت اول رصه اهي من القرص بتاعتي، وحطيت التانية. بص اول الرصه دي اللي خدت وقتي معايا شويه، لكن بعد كده خلاص بقى ايه، التسويه كانت سهله وبسيطه وسريعه جدا. ادي القرص بتاعتي هي اول صاجة طلعت. بصوا راح يعني عينيها عليه على طول، شافته بيعمل لا انا بدي ادخله في الفيديو. يا بنتي خلاص بقى نحس يعني في ايه ولا في ايه، هتشوف الوصفة ولا تشوف المزرعة ولا تشوف شغلنا عند الدكتور ولا تشوف ايه؟ لا انا يعني هصوره وهو بيرقص كده، ولازم تدخلها في الفيديو معاكي. ف وقعد انا مصممه ان هي تجيبهولكوا كده، وبتقولي خلي الصوت خلي الصوت. اقول لها خلي الصوت ازاي بس؟ انا كده كده سرعت الفيديو، فلو سايبه صوت هيبقى وش وخلاص ودوش على الفاضي. تقولي لا خلي الصوت، وهو بيقول سقفوا يعني. كل شويه كل ما حد يبطل تسقيف ويقعد بقى ايدي توجعه منه شويه، فلاقيه يقول يعني سقفوا لي تاني. بص عامل زي النسناس. بص ما شاء الله دي تاني صينية اهي، استوت بسرعة جدا وما شاء الله لونها حلو جدا جدا وطرية جدا ما شاء الله عليه. والله طعمه تحفة يعني، كان طعمه تحفة في الآخر. بصوا بقى ادي رصة تانية اهي، وده لسه عمال يسقف برضه، يعني هو مصمم ان هو يسقف ويرقص. بقيت اطلع الصينية، خرج الصينية واروح حاطة صينية قصادها على طول زي ما انتم شايفين يعني. بصوا سلفتي جابت صينيتين من عندها، وانا كان عندي صينيه واحده والصواني التانية صغيره، ما رضيتش، قلت لا الصينيه دي كبيره، وعندي صينيه تانية عند البط جوه هجيبها اغسلها غسله حلوه برضو واخليها هنا عشان خاطر نبقى نسوي فيها، لان انا كنت مش عارفه حطينا فيها اكل ايه وسيبناها جوه. بصوا بقى كميه القرص ما شاء الله طلعت قد ايه، شايفين ما شاء الله 4 رصاص في الطبق اهو. بس الكمية ما شاء الله كبيرة جدا، يعني انا لو هشتريها من بره أنا بشتري نص كيلو سميد، يعني نص كيلو سميد ب25 جنيه. فانتوا متخيلين اللي هو اصلا ما بياخدش غلوة في ايد العيال يعني. جالي فلوس اهو من بره. كان الناس واخدة فراخ من المزرعة وكانت مأخرة الفلوس فجابتها امبارح. وكمان كان عايزين طبق بيض يعني، فقالوا لي خدي القديم وعملنا طبق بيض جديد. فقلت لهم ربنا يسهل، لان الناس طالبه مني البيض يعني، فقلت ايه ربنا يسهل كده واقدر اجمع لهم يعني، او ربنا يبعت خيرهم باذن الله. شايفين بقى انا ستفت الكعك اللي احنا عملناه الطري، ستفته اهو في الطبق، وهجيب حاجة بقى اغطيه بيها، يا اما فوطة يا اما أي حاجة عشان تحافظ على طراوته ويبدأ او يفضل طري كده زي ما هو. ادي اهو زي ما انتم شايفين كده عملت كمية ما شاء الله كويسة جدا، وغير والله اللي وزعناها على الحبايب، يعني الف هنا وشفا وعافية لكل اللي كان. و خلاص كده يعني وزعنا منها على الحبايب ورضينا الناس كلها، والحمد لله. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله.